بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم ومرحبا بكم في سلسلة إزاي تحج مصر. طبعا أنا بعمل الفيديو ده عشان المهتم طبعا إزاي يعرف يطلع حج من جوه جمهورية مصر العربية وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لهذه الرحلة. طبعا الحج فريضة على كل مسلم قادر، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، هو الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فكل مسلم قادر يستطيع إن هو يقوم برحلة الحج، سواء الاستطاعة المادية أو الاستطاعة الصحية أو الجسمانية. فبالتالي أي مسلم فريضة عليه الحج إذا استطاع إن هو يقوم بالحج. الحاجة إزاي أقدر أحج من جوه مصر وفقا للقواعد المنظمة لدوت. أنا بتكلم الحتة الإجرائية، مش هنتكلم طبعا في الجزء الديني أو الفقهي، لكن هنتكلم في الحتة الإجرائية. فاحنا عندنا الحج في مصر تقريبا البعثة المصرية بيبقى أغلب اللي بيخرج من مصر بيبقى عن طريق القرعة العلنية على حسب الجهة اللي بتتقدم إليها. وإحنا عندنا طبعا أي حد عايز يعرف معلومات عن الموضوع دوت، إحنا عندنا البوابة المصرية الموحدة للحج. دي هي النافذة الممثلة للدولة عشان تخش تعرف معلومات عن حج القرعة. احنا عندنا طبعا 4 أماكن أساسية أو جهات أساسية بتقدم ليها عشان أدخل قرعة الحج ضمن بعثة المصريين للحج في العام. يعني كل عام بيتم دخول المصريين من خلال 4 جهات أساسية. الجهة الأولى طبعا هي أقسام الشرطة تبع وزارة الداخلية. وبالمناسبة طبعا وزارة الداخلية اللي عندها السيستم الأساسي اللي بتجري فيه قرعة الحج لكل الهيئات أو كل الجهات. يعني هي اللي بتعمل السيستم بتاع وزارة الداخلية، هو اللي بيقوم بقرعة أقسام الشرطة، وهو اللي بيقوم بقرعة الجمعيات، وهو اللي بيقوم بقرعة السياحة، وهو اللي بيقوم بقرعة الهيئات برضو لو في قرعة داخلية. لكن طبعا أغلب الهيئات بتبقى تأشيراتها مباشرة، لكن بيتم قرعة داخلية جوه الهيئات. فاحنا نقول تاني، احنا عندنا 4 جهات أساسية لدخول المصري حج القرعة، إما عن طريق أقسام الشرطة أو عن طريق الجمعيات الأهلية، وطبعا ده بشروط إنك تكون عضو في الجمعية الأهلية دي، أو عن طريق شركات السياحة. وده أنا بقدم في أحد الشركات المرخصة من وزارة السياحة عشان أخش قرعة وزارة السياحة مع الشركة ديت وضمن حصتها. احنا هنتكلم عن كل حاجة تفصيليا، بس احنا بنتكلم إجمالا دلوقتي. والجهة الرابعة هي طبعا الهيئات الحكومية، وده بيبقى كل هيئة ليها حصة من التأشيرات، بتعمل قرعة داخلية ما بين موظفينها، وبيتم لما يحصلوا على التأشيرة اللي بينفذ لهم الحج بتبقى برضو شركات السياحة. دول 4 هيئات الأساسية أو الجهات الأساسية اللي المصري يقدم فيهم عشان يدخل قرعة الحج لعام التقدم ليه. في طبعا حج الفرادي، وده بيسموه الحج المباشر، اللي هو ان المصري يكون حصل على تأشيرة من خارج مصر، يعني عن طريق المملكة العربية السعودية، وزي ما بيسموها تأشيرات المجاملة. دي برضو بيحصل عليها المصري، وبتبقى عن طريق الباقات اللي السعودية بتعملها، وبيبقى ده كده بيسموه حج الفرادي. ويعني ما بيبقاش ضمن البعثة الرسمية، لكن بينظموا هناك حاجة اسمها مطوفين الفرادي. طيب نتكلم تفصيليا امتى بنقدم للحج. الناس كتير مش فاهمة
او يعني بتفتكر ان انا اقدم لحج في ايام الحج. لا، الحقيقه الحج بيتقدم له من بدري. في ناس كتير ما بتبقاش مدركه الموضوع دوت. الحج بتقدم له من بدري، سواء لو بنتكلم عن اقسام الشرطه، فاقسام الشرطه بتفتح ابوابها لتلقي طلبات الحج تقريبا من شهر جماد الاول، يعني قبل الحج مثلا بحوالي 4-5 شهور. في ناس كتير مش مدركه دوت، وبتيجي متاخر قوي تفكر في الحج فيكون الحج خلص. يعني السنه دي المملكه العربيه السعوديه مديه تعليمات ان كل اجراءات الحج تكون خلصانه في شعبان، شهر شعبان يكون كل اجراءات الحج خلصانه بالنسبه للمملكه. فده معناه ان كل الجهات الاجنبيه بقى اللي هتشارك في الحج لازم تخلص من قبل كده، فبالتالي قرعه الحج بتتعمل من بدري، فالناس تقدم في الاقسام من بدري. في الجمعيات برضو يعني القرعه بتتم اقسام الشرطه، ثم الجمعيات الاهليه، ثم شركات السياحه. يعني بتبقى اخر حاجه شركات السياحه، بس الكلام ده كله بيبقى في خلال شهر مثلا، فالناس تقدم من بدري. شركات السياحه بتبقى فاتحه للتقدم للحج من قبلها بسنه، يعني بتبدا تلم الطلبات والجوازات والحاجات دي، بحيث انه اول ما تطرح فكره فتح باب القرعه بيبقى خلاص جوازاتهم جاهزه وبيقدموا فيها. فانت ممكن لو فكرت متاخر ما تقدرش برضو تلتحق باحد فرص طلبات حج القرعه، سواء في الداخليه او في الجمعيات او في شركات السياحه. والهيئات طبعا، زي الهيئات دي بتبقى زي مثلا الازهر الشريف، مجلس النواب، هيئه قناه السويس. فدي بتبقى الهيئات، كل هيئه بيجي لها حصه حج من المملكه العربيه السعوديه خاصه بيها وموظفينها، وبيتم عمل قرعه داخليه جوه الهيئه لموظفينها، اللي بينجح فيها بيبدا يتقدم لاحد شركات السياحه تنفذ له برنامج الحج وفقا للاسعار المعلنه. وبرضه الناس لازم تبقى عارفه ان اسعار الحج تقريبا واحده. يعني لو احنا بنتكلم طبعا الداخليه ليها سعر ثابت بيعلن من وزاره الداخليه، جمعيات ليها سعر ثابت بيعلن من وزاره التضامن الاجتماعي ومؤسسه حج الجمعيات الاهليه. وزاره السياحه بتعلن اسعار الحج لجميع مستوياته على شركات السياحه، وكل شركات السياحه بتلتزم بيه. ايه اللي بيفرق من شركه لشركه؟ طبعا خبرتها في اداره الحج، و يعني لكن في الاسعار تقريبا كله بيبقى واحد، واللي بيقدم اوفرز بيبقى في نطاق محدود ما بيبقاش كبير، لكن في الاخر كله ملتزم بضوابط معينه واسعار محدده. الهيئات بتدي بس تأشيرة، وبعد كده الموظف بينفذ الحج مع أحد شركات السياحة وفقا للأسعار المعلنة مع شركة السياحة. ممكن في بعض الهيئات بتنفذ الحج إجمالا مع موظفينها يكون عددهم كبير، بتعمل الحج وتنفذه برضو تحت غطاء أحد شركات السياحة، لان في الاخر منظومه الحج الالكتروني او الحج الموحده بتتعامل مع مصر كجهه واحده، بتبدا توزع حجاج المصريين على انواع المطوفين، سواء مطوفين القرعه او مطوفين الجامعات الاهليه او مطوفين شركات السياحه اللي هي بتتقسم اما مطوفين بري او اقتصادي أو 5 نجوم. هنتكلم على حج عندنا حج القرعة لأقسام الشرطة. طبعا ده بيبقى مستوى واحد بيتم القرعة، واللي بينجح فيها بيتقدم الراغب في طلب الحج بصورة البطاقة الشخصية، وبيسجل في اقسام الشرطه اللي هو تابع ليها تبع مربعه السكني، بيقدم في قسم الشرطه وبيبدا يدخل القرعه، ولو نجح بيسدد مبلغ الحج في وقت قليل. برضو الناس فاكره ان انا عشان بدري فلا، فلوس الحج لازم تبقى جاهزه بمجرد انت ما تقدمت لقرعه الحج، لازم فلوسك تبقى جاهزه وفقا للرينج اللي بيبقى متوقع. يعني لو احنا بنتكلم على السنه دي فاحنا بنتكلم ان ارخص حج
كان حج السياحة البري في شركات بدأت من 175,000 جنيه، وفي طبعا ده بيفرق في المدة وفي المستوى. وأعلى طبعا سعر هو سعر السياحة ال5 نجوم، اللي هو يعني السنة دي كان داخل في حوالي 580,000 جنيه، غير طبعا تذكرة الطيران. فما بين 175,000 جنيه وما بين 580,000 جنيه ده رينج الحج. فالناس بتبقى عاملة حسابها على الرينج دوت. طبعا كل سنة بتختلف، يعني احنا بنتكلم على السنة دي 2024 1446 هجريا، فده الأسعار اللي موجودة. بيختلف طبعا التنظيم من حج القرعة لحج الجمعيات لحج السياحة وفقا للمستوى. برضو حج الجمعيات عندهم أكتر من مستوى، عندهم مستوى أول وتاني وتالت. طبعا التالت ده الأرخص، المستوى الثاني هو المتوسط، المستوى الأول اللي هو يعتبر ال5 نجوم، وطبعا دي أسعاره متفاوتة. أعتقد السنة دي كانت الجمعيات المستوى الأول كان في حدود 390 ألف جنيه غير تذكرة طيران، فده كان المستوى الأول، ويتدرج أقل من كده. كل طبعا الحج وسيلة الانتقال الأساسية في حج القرعة هي الطيران. الاستثناء الوحيد هو شركات السياحة، هي الوحيدة اللي عندها وسيلة انتقال البري، يعني الحج البري مش هتلاقيه غير في شركات السياحة، وده يعتبر أرخص سعر حج لأنه بيبقى عن طريق الباصات مش عن طريق الطيران، وبيتوجه طبعا بيطلع من مصر عن طريق ميناء نويبع، ثم العبارة بتوديه للعقبة في الأردن، ثم يدخل الأراضي السعودية عن طريق طبعا حانة عمار والمدورة، بيخش على تبوك، وبعدين منها بقى على خط السير سواء يخش على مكة، غالبا بيخش على المدينة الأول ويتم الإحرام من هناك، ثم يذهبوا إلى مكة لأداء الحج. وطبعا أغلب الشركات أو يعني الحج بيتم وفقا كله لضوابط المملكة العربية السعودية. حج الطيران أغلبه ما بيخشش مثلا منى، بيخش على طول التروية، يوم التروية بيخش على عرفة. البري يمكن الوحيد اللي بيخش تروية على منى، لأن له خط سير ومسار خاص. أطول مدة هي طبعا الحج الاقتصادي، بيقعد تقريبا ما بين 27 يوم ل 30 يوم. أقل مدة هو حج ال5 نجوم في السياحة، ده بيبقى في حدود 12 يوم. احنا بنتكلم على حج القرعة، لأن طبعا في أنواع تانية من الحج اللي هو المميز أو الVIP أو الحج السريع، ده بيبقى له نظام خاص تابع لشركات السياحة برضو، بس بيبقى له نظام خاص. لكن احنا كده بنتكلم على حج القرعة، فاحنا كده بنقول ان الوسيلة الوحيدة المختلفة عن الطيران هو حج السياحة اللي عنده بري، اما كل حج القرعة بيبقى طيران. كل حج القرعة بيبقى بالوجبات، يعني الحاج ما بيعتدش هم موضوع الاكل ده، بيبقى دي الضوابط المصرية، لازم كل حج بيبقى الاكل متضمن يعني او الوجبات من ضمن سعر الرحلة، فبيتقدم له وجبات فطار وغدا وعشاء، اما عن طريق وجبات او عن طريق نظام الاوبن بوفيه. ده طبعا بيبقى بالنسبه للمستويات الاعلى في الحج، اما المستويات الاقتصاديه فبيبقى عن طريق الوجبات. ازاي اختار شركات؟ يعني لو انا خلاص يعني قدمت في الداخليه او في الجمعيات، فخلاص ده اختيارك بيقع عليهم. لكن لو انت اخترت ان انت تنضم لحج السياحة، يبقى ازاي تختار شركات السياحة؟ طبعا بتبدأ تشوف مين الشركة اللي عندها الخبرة الكويسة في الموضوع، وبتسأل طبعا وتشوف الريفيوهات، وطبعا الانترنت مليان كلام عن يعني ازاي تقدر توصل للمعلومة دي. سهل جدا، عندك طبعا عن طريق غرفة شركات السياحة،
وحضرتك بتتاكد ان الشركه مرخصه وليها رقم ترخيص على بوابه شركات السياحه. وممكن تسال في غرفه شركات السياحه عن سمعه الشركه اذا كان عليها مخالفات او ملاحظات، برضو كل ده بيبان قبل ما تتقدم لطلب حج القرعه التابع لشركات السياحه لو ده اختيارك يعني. عندنا الحج البري في شركات السياحه، احنا قلنا هو ده ارخص انواع الحج سعرا. حج في بعد كده الحج الاقتصادي تابع لشركات السياحه، بيبقى طيران برضو اذا نجحت فيه عن طريق القرعه، وده بيبقى سعره متوسط. بيبقى فيه عده انظمه، اما مثلا نظام تحسين ال5 نجوم، وده معناه ان حضرتك بتروح على الحرم في فنادق 5 نجوم مباشره على الحرم مباشره لمده من 5 ل 10 ايام، ثم تنتقل الى عماير في حته ابعد من الحرم، مثلا زي منطقه العزيزيه في مكه او مناطق اخرى. وطبعا يعني العزيزيه يمكن الناس بتقول انها بعيده عن الحرم، هي فعلا بعيده عن الحرم بس هي اقرب للمشاعر. يعني يمكن ناس كتير بتفضل تقعد في العزيزيه ايام المشاعر، لان في وقت منى بيبقى الامور صعبه شويه الناس تقعد في منى، فبيبقوا اسهل لهم ان هم يروحوا يباتوا في بيوتهم او في عمايرهم في العزيزيه، ويطلعوا يرموا الجمرات وما يقعدوش في منى الا البيات الاساسي اللي يحقق السنه والواجب يعني. فناس كتير بتلجأ لده انه يقعد في العزيزيه للسبب ده. فيمكن السكن في العزيزيه بيبقى مميز عشان الحته دي. طيب ده نظام التحسين ال5 نجوم. في حاجه تانية اسمها نظام الموسم الكامل، وهو بيبقى سكن في فندق يعني يبعد عن الحرم مثلا في حدود مثلا من 700 ل 1200 متر مثلا من الحرم، وبيبقى موسم كامل ما بيروحش العزية، بيبقى في منطقة الحرم. ده نظام وده نظام، وده لسعر وده لسعر. ده النظام الاقتصادي. عندنا نظام ال4 نجوم برضو ده تابع لشركات السياحة، بيبقى في فنادق 4 نجوم. وطبعا عشان برضو نبقى عارفين ان فنادق ال4 نجوم بتبقى قليلة في المملكة او قريبة من الحرم، فبتبقى في اماكن ابعد شوية، لكن بتبقى بخدمة ال4 نجوم. وده بيبقى في بعض الناس بتفضل النوع ده من الإقامة عشان بيبقى أكثر توفيرا وأكثر تميزا. أما الحج ال5 نجوم فهو بيبقى على فنادق 5 نجوم. طبعا بيبقى فيه ألف اللي هو على الصف الأول من الحرم، وده طبعا بيبقى بنظام الوجبات الهاف بورد اللي هي فطار وعشاء أو فطار وغدا أو بوفيه. وطبعا بيبقى في الوقت في 5 نجوم ده الأقل. عندنا في اللي هو 5 نجوم ب بيبقى فنادق 5 نجوم بس أبعد من الصف الأول من الحرم، بتبقى سعرها أقل شوية، وبيبقى برضو بنظام الهاف بورد. المطوفين طبعا مستواهم بيختلف على حسب مستوى الحج. يعني طبعا أعلاهم طبعا مستوى ال5 نجوم، فبيبقى المخيمات سواء في عرفة أو منى مخيمات بتبقى أكثر يعني تميزا، فيها تكييفات فريون، وفيها نظام الوجبات بيبقى نظام بوفيه مش وجبات، يعني بيبقى وجبات في منى، لكن في عرفة بيبقى نظام بوفيه مفتوح. ده ال5 نجوم. بالنسبة للاقتصادي بيبقى نظام وجبات، وبتبقى الخيم أقل شوية في التجهيز، مكيفة أيضا ولكن مش بنظام ال5 نجوم. طبعا عدد الأفراد في مخيمات ال5 نجوم بيبقى أقل، في الاقتصادي بيبقى أكتر. فطبعا بيبقى الخيمة أزحم شوية في الاقتصادي، لكن في ال5 نجوم بتبقى أروق شوية. دي ضوابط حطها المملكة لأنواع الحج، وده على أساسه بيتحدد الأسعار، لأن طبعا المطوفين حتى أسعارهم مختلفة زي الفنادق بالظبط. كده احنا اتكلمنا تقريبا على كل أنواع الحج، سواء القرعة أو الجمعيات الأهلية أو السياحة بمستوياته. الجمعيات برضو له مستويات زي السياحة بيبقى بنفس الموضوع، وبرضو موضوع المخيمات بالنسبة للمشاعر بنفس الطريقة. طبعا يعني
لو هتبص ده كده ده حج القرعه. عندنا في حج المباشر او الحج المميز من جوه شركات السياحه. عندنا في حج السريع وفي حج الفي اي بي، وده بيبقى يعني اسعاره بتبقى عاليه جدا. وزاره السياحه بتنزل يعني السنه دي تاشيره الحج المميز او المباشر اللي هو بلا شروط من غير قرعه، بتبدا من $4000 وصلت ل $5000 كمان. ده سعر التاشيره بس، بالاضافه للبرنامج اللي هتختاره سواء اقتصادي او 5 نجوم. تحط السعر ده على ده، يعني لو اخترت البرنامج الاقتصادي مع $5000 بنتكلم في 250,000 جنيه مثلا. ال $5000 مع 260,000 او 267,000 الحج الاقتصادي، فانت بتتكلم في حوالي 517,000. بالاضافه لتذكره طيران هتخش مثلا في 50,000 كمان، يعني هتتكلم في حوالي 560,000 جنيه. ده حج مباشر على المستوى الاقتصادي. لو هنحط حج مباشر على ال5 نجوم، ال5 نجوم سعره 580,000 جنيه زائد ال 250,000 جنيه، فانت بتتكلم في حوالي 780,000 جنيه تقريبا. هتخش في 600,000 جنيه بتذاكر الطيران تقريبا. ده لو هتحج حج مباشر عادي جدا. في بقى الحج المميز او اللي هو بيسموه الفي اي بي اللي هو في مجر الكبش، وده تقريبا بيبدا من $1,000,000 وطالع، لان طبعا مخيماته بتبقى مجهزه جدا، ويعني اقصى انواع الرفاهيه في ودي بتقوم بيه شركات معينه، يعني مش كل شركات السياحه بتقوم بيه. طبعا ده بيبقى لفئات يعني معينه. فكره التغالي او ده مش موضوعنا طبعا، لكن يعني كل واحد ومستواه الاجتماعي اكيد بيقدر يقرر هو هيقدر يحج على انه مستوى. في الاخر طبعا الحج نداء. في عندنا الحج السريع ده اللي هو بيقعد ال5 ايام بالظبط، اللي هو بيبدا من يوم الترويه وينهي عرفه ويسافر على طول. وده طبعا فئه رجال الاعمال او السياسيين الكبار، لان طبعا بيبقى الاوقات يعني بيبقوا مرتبطين بحاجات بيبقى صعب ان هم يقعدوا اوقات طويله، فطبعا ده بيبقى اغلى سعرا، يعني ممكن يوصل سعر الحج ل 2 مليون جنيه كمان وزياده. ده انا بتكلم على السنه دي 1446 2024 ميلاديه. فطبعا الحج له مستوياته الكتير. حج الفرادي اللي هو خارج بقى القرعه خالص، وانا هجيب تاشيره من بره مصر او بيسموها تاشيرات المجاملات، بيبقى عن طريق باقات اللي محددها المملكه العربيه السعوديه، والباقه تقريبا بتبدا من حوالي 12,000 ريال غير سعر التاشيره. اتمنى اكون يعني لخصت موضوع الحج كله. للي عايز يتقدم للحج ربنا سبحانه وتعالى اساله ان ييسر لكل من اراد الحج. عايزين نقول الحج في الاول وفي الاخر هو نداء ودعوه من الله سبحانه وتعالى، يعني فريضه على كل مسلم، بس الانسان يسعى اليها. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا الحج وان ييسره لنا يا رب العالمين. وتمنياتي لحضراتكم ان ربنا يوعدكم بالحج يا رب، وتبقوا دائما في طاعة الله عز وجل. جزاكم الله كل خير. اي استفسار طبعا تحت امر حضراتكم، ممكن حضراتكم تراسلوني، وهتلاقوا المعلومات في الوصف الفيديو ان شاء الله. تحت امركم دايما محمد غانم مستشارك السياحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.